معايا مبلغ وعايز استثمره في القطاع التجاري او الاداري. في اشهر منطقتين موجودين في القاهره، منطقه التجمع الخامس ومنطقه العاصمه الاداريه الجديده. كتير مننا بيدور احط فلوسي في محل تجاري في العاصمه ولا في التجمع الخامس، ولا اشتري مكتب اداري في العاصمه او التجمع الخامس. المقارنات دي بنسمعها كتير جدا وناس بتسال وبتستفسر انهي الافضل. خليني في الفيديو ده اشرح لحضراتكم بشكل منظم جدا لو انت بتستثمر تشتري في التجمع ولا في العاصمه الاداريه الجديده، وتشتري تجاري ولا تشتري اداري، وايه الفرق ما بينهم. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، CEO لشركه توب مانجمنت، وهبتدي هنظم لحضراتكم الموضوع قبل ما ندخل فيه ازاي اشتري تجاري واداري وليه التجمع او العاصمه افضل. خليني اقول لحضراتكم اي منطقه انت بتستثمر فيها في القطاع التجاري والاداري في مشاريع تحت الانشاء، مش مشاريع هي اوريدي شغاله. انا بتكلم استثمار تجاري واداري على مدار مثلا استلام بعد 3 سنين او 4 سنين عشان تدفع اقساط طويله المدى، مثلا على 6 7 سنين 8 سنين، وفي اقساط بتوصل لغايه 10 سنين. لان الناس مثلا الاداري والتجاري بيبقى غالي، فانا ما ببقاش عايز ادفع المبلغ كله والاسعار غاليه. فالاقساط اللي طويله المدى دايما بيسلمك الوحده بتاعتك، المحل او المكتب الاداري، بعد 3 سنين او 4 سنين، والقسط ممكن يوصل لغايه 10 سنين. طيب مبدئيا ايه هي العوامل اللي مطلوبه تواجدها في المنطقه اللي انت بتستثمر فيها؟ رقم 1، الجزء الخاص بالتخطيط العمراني للمنطقة اللي موجودة. هل هي فيها خدمات؟ هل فيها مستشفيات، مدارس، جامعات؟ هل فيها اقسام شرطة؟ هل فيها مسجد؟ هل فيها كنيسة؟ هل فيها ترافيك؟ هل البنية التحتية اللي موجودة فيها معمولة بشكل يخلي الشركات الكبيرة والفرنشايز أو البراندات يجوا يستثمروا في المنطقة دي؟ هل المنطقة دي فيها أماكن لاند مارك الناس هتيجي هنا فبالتالي هتستخدم المكاتب الإدارية أو المحلات التجارية؟ فالتخطيط العمراني للمنطقة مهم جدا. هل المنطقة دي فيها سهولة المواصلات؟ هل المنطقة دي بيوصل لها المواصلات بسهولة؟ هل المنطقة دي متخططة كشوارع داخلية بشكل سليم ولا لا؟ هل فيها أماكن متخصصة للتجاري والإداري؟ هل فيها أنواع المولات بالكامل وأنواع المكاتب الإدارية بالكامل، أنواع المباني الإدارية بالكامل؟ كل دي عوامل بتندرج تحت حاجه اسمها التخطيط العمراني للمنطقه. عامل ازاي؟ اللي هي الماستر بلان بتاعت القاهره الجديده او الماستر بلان بتاعت العاصمه الاداريه الجديده، لان منها انت هتفهم في ايه قدام هنا جاي طالما بتستثمر في حاجه تحت الانشاء. يبقى ده رقم 1. رقم 2، التمدد العمراني للمنطقه دي. مثلا التجمع الخامس من مش هنقول العيوب اللي هي على المدى القريب ان خلاص هي بتوصل للاخر في كل حاجه، لان انت بعد الجامعه الامريكيه في نهايه محور 90 الجنوبي او 90 الشمالي انت بتوصل للدائري الاوسطي والناحيه الثانيه العاصمه. على عكس مثلا العاصمه الاداريه الجديده التمدد العمراني فيها اكبر واوسع. فالتمدد العمراني ده مهم جدا. لما يبقى في منطقه اتطرحت بعض الاراضي فيها وفيها لسه اراضي بتطرح، طبعا ده موجود في التجمع بس بنسبه اقل طبعا من العاصمه لان التجمع مطروحه من بدري. فيبقى تاني حاجه التمدد العمراني ده بيأثر بشكل كبير جدا على الكثافه السكانيه، وبيأثر كمان على الجزء الخاص بالاستثمار. السعر الوحدات دايما بيفضل في ازدياد طول ما في مشاريع بتطرح كل شويه، ففي تمدد عمراني زي ما حصل للناس اللي اشترت في التجمع الخامس من 10 او 15 سنه. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه الجزء الخاص نوعيه المطورين اللي موجودين في المنطقه دي. هل هم مطورين A بلس او A او B او شركات صغيره او شركات مثلا متوسطه؟ فدي بتفرق كتير جدا. كل ما المنطقه يبقى فيها مطورين كبار ليهم اسماء وليهم هيستوري قوي كل ما بيعزز من المنطقه دي. ومثال بسيط جدا، التجمع الخامس ابتدى فيها مطور زي طلعت مصطفى. فطلعت مصطفى هو يعني بيغير السوق العقاري. لما بينزل في منطقه بيخلي الناس اللي حواليه او المنطقه دي باستمرار يحصل فيها تطوير عمراني كبير. فعشان كده وجود مطورين كبار في منطقه انت بتستثمر فيها ده مؤشر جيد للاستثمار. رقم 4، القوى الشرائيه. مين هم السيجمنت او الكاتيجوري اللي هيجي
في المنطقه دي متوقع، يعني في دراسات بتتعمل على نوعيه العميل اللي هيزور المنطقه دي. انت بتستهدف من استثمارك في المحل التجاري ده عملاء شكلها عامل ازاي، قصدي الجزء الخاص في القوى الشرائيه. هل هيجي هنا العميل اللي هيدفع 1000 جنيه مثلا في مثلا في ساعتين، ولا هنا انت بتستقطب العملاء اللي هيجي مثلا هيصرفوا 100 او 200 جنيه مثلا. فالقوة الشرائية دي مهمة جدا، لان الفرنشايز او البراندات بيحسب في اليوم في كم زائر هيجي لي، متوقع في كم زائر، كم ترابيزه هتبقى مشغوله، قد ايه عدد ساعات، هتعمل كوست قد ايه، فيستاهل ان انا ادفع الرقم ده في المحل ده ولا لا. فيبقى رقم 4 القوة الشرائية المتوقعة للناس اللي هتسكن هنا، ودي بتتعمل على الناس اللي ساكنة في البراندات اللي موجودة. اكيد الناس اللي قاعدة في مشاريع كبيرة زي بالم هيلز، صادق، حسن علام، ووتر واي، القوة الشرائية بتاعتهم بتبقى اقوى شوية من مناطق تانية. فبالتالي انا لو استثمرت في مول موجود في وسط المنطقة دي، اكيد القوة الشرائية بتاعتها هتبقى قوية. نيجي بقى لاخر حاجة اللي هي رقم 5، وهو الجزء الخاص ب السبيكس اللي بتتبني بيها المولات دي، او تقدر تقول التايبس بتاعت المولات دي عامله ازاي. هل هو ادمنستريتيف بيلدينج في الاداري مثلا، هل هو بزنس كومبلكس بيلدينج، هل هو ريجونال مول، هل هو ميجا مول، هل هو ستريب مول. الحاجات دي بتبقى توجهات للفرنشايز او البراندات، فهم اللي بيقولوا لنا انه لا والله انا عايز لما اروح استثمر، او شركات المالتي ناشونال بتقول والله لا انا عايز ادمنستريتيف بيلدينج، انا عايز مبنى يكون فيه مثلا خدمات مثلا بسبيكس معينه، انا عايز مثلا ان المول التجاري ده يبقى فيه اماكن للتخزين بشكل معين، يعني حاجات فنيه كتيره جدا. فدول 5 معايير انت لازم حضرتك قبل ما تشوف انت هتستثمر في العاصمه ولا في التجمع ولا في اكتوبر ولا في اي منطقه في القطاع التجاري والاداري تبص على النقط دي. طيب سريعا ندخل في التجمع والعاصمه. هقول لحضراتكم مميزات وعيوب بشكل سريع جدا. رقم 1، اللي بيفكر يستثمر في العاصمه يعمل حسابه انه تقريبا ممكن يوصل ل 60-70% من ثمن الوحده عقبال ما تتاجر، حتى لو الاستلام كمان 3 سنين، وهيكون دفع عند الاستلام 50%. يعني مثال، لو مكتب او محل ب 10 مليون جنيه في العاصمه الاداريه الجديده هيستلموا كمان 3 سنين. حط حضرتك من سنه لسنتين عقبال ما يوبريت المنطقه دي وتشتغل وتجيب لك ايجار، فهتلاقي نفسك ممكن تكون وصلت ان انت مسدد 60-70% من ثمن الوحده بتاعت حضرتك، على عكس التجمع. وعلى فكره في نقطه تانية، المين بتاع حضرتك مش انك انت تستلم الوحده بتاعتك، هل المرافق خلصت ولا لا، هل المنطقه دي ترفقت ولا لا، هل بقى فيها حياه ولا لا، هل المول نفسه خد رخصه تشغيل ولا لا. يعني مثلا في العاصمه في منطقه اسمها الام يو 23 لغايه دلوقتي اشتغل فيها مشروع او مشروعين، في مشاريع تانية خلصت واتسلمت بس في تاخيرات في المرافق، شركه الكهرباء لسه ما ركبتش العدادات، لسه ما فيش تشغيل، فما نقدرش نظلم الشركه ونقول ان هي متاخره. فالنقطه دي مهمه جدا. عشان كده بقول لحضراتكم في العاصمه اعمل في حسابات حضرتك من سنه لسنتين ممكن الايجار يتاخر على حضرتك. لكن في ميزه تانية في العاصمه، ان الاقساط عكس التجمع. يعني التجمع فيها ميزه سرعه التشغيل، يعني انت في التجمع تقدر تقول يعني من اول ما تستلم بعدها ب6 شهور بسنه ممكن تاجر، الطريق متسفلت، في مدرسه شغاله وراك، في ناس عايشه حواليك، لكن على عكس العاصمه. طيب بس العاصمه التجمع بيضغطك في الاقساط، بيقول لك والله المحل ابو 10 مليون جنيه ده عند الاستلام انا عايز 60-70%. ممكن يقول لك ادفع لي داون بيمنت مثلا اعلى شويه، ممكن يقول لحضرتك الاقساط مش ايكوال انستولمنت، ممكن يبقى عايزها منك انيوال. فالحاجات دي مش موجوده في العاصمه. في العاصمه مريحك، بياخد منك 10% مقدم على 7 8 9 وفي 10 سنين كمان. فدي ميزه في التجمع ودي ميزه في العاصمه، وده عيب في التجمع وعيب في العاصمه. طيب العاصمه الاداريه الجديده في القطاع التجاري والاداري تقريبا نسبه 5% المطورين اللي ليهم سابقة أعمال، عكس التجمع. التجمع فيها شركات كتيرة عندها سابقة أعمال في القطاع التجاري والإداري، فبالتالي الهيستوري بتاعه بيديك ثقة أكتر في المطور ده إنه هيقدر ينجح ويشغل المول ده. طيب فدي نقطة تانية، دي ميزة في التجمع مش ميزة في العاصمة. وخلي بالك ليها حل برضو في العاصمة. أنا ممكن آخد مع مطور
ليه سابقه اعمال كبيره في لوكيشن مش حلو في التجمع، بس اخاف اعمل كده في العاصمه. في العاصمه اعكس الموضوع ده، ممكن تاخد مع مطور ما عندوش سابقه اعمال بس واقع، لازم لا تتنازل عن موقع مميز جدا، وان يكون المعايير اللي بتطلبها شركات المالتي ناشونال او الفرنشايز او البراندات او دلوقتي اللوكال براند كمان لازم ما تتنازلش عنها في العاصمه. مثلا زي كايرو فيستيفال سيتي. كايرو فيستيفال سيتي موجود هو بسبب ان هو قدر يعمل طرق كتيره قوي حواليه سهلت الوصول ليه، لكن هو مش على شارع رئيسي او مش على شارع مثلا، مش زي المولات اللي بتبقى على شارع التسعين الجنوبي، لكن اكمنه قدر يعمل عنده بروبرتي مانجمنت، عنده فاسيلتي مانجمنت، عنده كوميونتي مانجمنت، عنده ليزنج مانجمنت، عنده تننت ميكس مانجمنت. فممكن يكون المطور عنده سابقه اعمال وعمل حاجه كويسه، فمش شرط اللوكيشن يبقى مميز قوي. عكس العاصمه، العاصمه منها ما فيهاش مطورين كبار، فلازم حضرتك تاخد في لوكيشن مميز. فدي ميزه في التجمع ودي ميزه في العاصمه. الار او اي الريتيرن اون انفست او الار او اي الريتيرن اون ايكويتي في العاصمه الاداريه الجديده هيكون متاخر شويه في حساباتك، في التجمع الخامس هيكون اسرع. العائد على الاستثمار قصدي، لو انت بتحط الايكويتي او بتحط الايجار، بتحسب الايجارات بتاعتك عشان تساعدك في الاقساط. ففي التجمع حاجه وفي العاصمه حاجه. الجزء المميزات التانية اللي موجودة والعيوب التانية اللي موجودة ان العاصمة التجمع الخامس انت تقدر دلوقتي تحط في حساباتك مثلا تقول ان والله متوقع سعر متر الايجار في المنطقة دي في التجمع الخامس مثلا من 2000 ل 3000 جنيه. في العاصمة النظرية دي ما تقدرش تعمل لها معيار دقيق الا لما الدنيا تشتغل هناك. بس طبعا العاصمة منها مدينة سمارت سيتي، لما تشتغل هتعمل معدلات في الايجارات عاليه جدا، بالاخص ان في براندات كبيره نازله الفتره الجايه في العاصمه، وفي مطورين كبار هياخدوا في المرحله الثانيه اسمائهم تقيله وكبار هينزلوا في المرحله الثانيه في التجمع في العاصمه الاداريه الجديده. مميزات وعيوب برضو في التجمع عن العاصمه او العاصمه عن التجمع. انت حضرتك مش هتعرف تجيب في التجمع ب 10-15 مليون جنيه محل كويس، اقل حاجه بتتكلم في اراوند من 12 مليون وانت طالع، يعني متوسط 25 مليون جنيه في التجمع عشان تجيب محل دور ارضي او دور فود كورد مميز على شارع رئيسي مع شركه محترمه. لكن العاصمه تقدر ابتداء من 12-13 مليون جنيه تجيب محل مميز. وطبعا في كومباريزون اعمق واكبر من كده. انا مش عايز اطول الفيديو على حضراتكم، انا اتشرف ان حضراتكم تتكلمونا على الارقام اللي قدام حضراتكم. انا المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، انا وفريق العمل في شركه توب مانجمنت في خدمه حضراتكم. ابعتوا لنا المحلات التجاريه او المكاتب الاداريه اللي معروضه على حضراتكم ونقول لكم راينا فيها، او لو معاك مبلغ عايز تستثمره في التجاري او الاداري تقدر حضرتك تتواصل معنا مع الارقام اللي قدام حضرتك.